اهلا اصدقائي، معاكم يوسف. الحلقه دي اتكلم معاكم مش في حاجه معينه، يعني هنتكلم في موضوعات مختلفه. كان حد كلمني قال لي دلوقتي اكيد الاسعار ارتفعت، الاجور برضو ارتفعت كده يعني. فانا هنتكلم في الحلقه دي عن بعض الايجارات بقى سعرها كام، والرواتب بقى سعرها كام، والحاجات اللي زي دي. دلوقتي انت لو لسه جاي جديد امريكا ومعكش خبرة في اي حاجة، والانجليزي بتاعك على قده خالص 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 يعني، فاول حاجة هتضطر تشتغل اي شغلانة. واللي هيقول لا انا هفضل انا قاعد، انا كنت مهندس مثلا، او كنت شغال كذا او كذا، او كنت مدير في البلد بتاعتي، ده مش هينجح. تيجي هنا تشتغل اي حاجة لغاية بس مأمورك تتظبط، ومع واحدة واحدة بتكبر. في ناس تقول لي طب وانا اول ما اجي اشتغل ب 10 دولار و11 دولار ليه؟ ده قليل قوي، ده كده يعتبر انا عايش على الكفاف. ايوه ماشي، ما انت بتبتدي بس في الاول كده، اول سنه اتنين تاخد 10 11 دولار. بعد كده انت بقى بتبص بقى تشوف بقى الدنيا حواليك بكام، وايه الاشغال المتاحه، والناس بيشتغلوا هنا بكام وهنا بكام. تسال بقى شركات كتير، تلاقي شركات حواليك، تلاقي اماكن جنبيك، تقعد تسال، تكلمهم في التليفون، انتوا بتدوا كام، بتعملوا كام كده. هو الدنيا كده يعني. فاحنا اول ما تيجي هنا هتلاقي نفسك بتاخد 11 12 دولار في الساعه. انا اخر مره فيديو عملته من كذا شهر كانت الساعه ب 8 دولار وب 9 دولار. لا دلوقتي معلش اعذروني لو انا بنهك شويه عشان انا بطلع سلم، زي ما انتم شايفين كده سلالم كتير قوي. ف يلا خلونا نطلع بعد كده اكمل كلام، احسن خلاص مت. طلعت السلم ده ونزلته 3 4 مرات. بصوا المنطقة اللي انا فيها عاملة ازاي. خدكم جولة كده في المكان وبعد كده اكمل بقية الفيديو بتاعي. المكان ده فور فري، متدفعش اي حاجة، ده يعتبر زي متنزه كده، تيجي عايز تقعد فيه بتاع كده يعني براحتك يعني. محدش هيقولك انت قاعد هنا ولا يدفعك فلوس ولا اي حاجة. استنى اجيب لكم صورة بقى للمدينة الداون تاون بقى كلها. بصوا منظر من فوق، تحت بقى اهو. خلينا نروح نقعد على الكنبة اللي هناك دي بدل ما نقعد في الشمس. خلينا نقعد كده ايه هنا كده. ماشي نكمل. زي ما انا قلت لكم، الفيديو اللي انا عملته قبل كده عن الرواتب والحاجات دي كان من 6 شهور او 5 شهور حاجه زي كده، فكانت الرواتب لسه منخفضه يعني. كنا بنتكلم في 8 9 دولار في الساعه كده يعني. النهارده بقت 11 12 دولار، 13 14 دولار في الساعه. فيعني في الرينج ده من 11 ل 14 دولار في الساعه. وفي ناس بتاخد 16 17، بس طبعا دي يعني ناس معاها سكيلز، معاها اكسبيرينس، معاها لغه كده يعني. فالشغلات اللي هتلاقيها ب 11 من 11 دولار ل 14 دولار هتبقى كالاتي: تشتغل في جاز ستيشن، مغسله بتاعت عربيات، ايه تاني، مطعم، تشتغل مثلا جوه في المطبخ، تقطع حاجه، تعمل حاجه بتاع كده يعني. اهم حاجه ان انت ما تقولش لا على حاجه، اللي انت قدامك اشتغلوا، لان انت لسه جاي جديد وانت محتاج تعمل قرش بسرعه يعني. انت وما عملتش فلوس، انت الايجار وراك، الكهرباء وراك الميه وراك، فانت يوم ما هتفضل قاعد
انا مستني اصل الشغلانه ب 17 دولار و18 دولار، خلاص اقعد بقى بس ما تعيطش، مفيش هنا حد هيديك حاجه يعني، فاعمل حسابك على كده. فاهم حاجه اول ما تيجي هنا دايما تخلي بالك من موضوع ان انت لازم تشتغل اي حاجه، جاز ستيشن ب 11 دولار ب 10 دولار ب 12 دولار، اي حاجه امسك بس في شغلانه وكده. ده للناس اللي هم اللي يعني الناس اللي بيجي جديد، الكلام ده مش للناس القديمه. الناس القديمه هنا ناس لقيت نفسها خلاص جت عرفت الدنيا، مشيت ظبطت الانجليزي بتاعها، ظبطت دنيتها بتاع، فخلاص بقى دلوقتي بياخد 17 و16 و18 دولار في الساعه كمان. فاحنا الولايه بتاعتها هتقول لي طب ما في ده الناس بتقول ان بتاخدوا 20 دولار في الساعه، 21 و23 يا باشا، ده في ولايات تانية. فما تخليش بس تدخلش الدنيا في بعضها عشان ما تلخبطش نفسك وتتعبنا معاك. اللي بيقول لك بياخد 21 و20 دولار في الساعه دي ناس في ولايات تانية، انا بتكلم على الولايه بتاعتي انا. الولايه اللي انا فيها هي تكساس، هيوستن بالتحديد، فدي الرواتب فيها 11 ل 14 دولار لو ما عندكش خبره في اي حاجه. عندك خبره بتبتدي تطلع 15 لغايه 18 دولار. وفي ناس بتاخد 20 و23 طبعا، بس دول بقى اللي هم بقى عندهم بقى صنعه، عندهم حاجات زي كده يعني. الناس مثلا واحد بيعرف مثلا مثلا يعني يستخدم اللودر، يستخدم الحاجات اللي هي بقى الانشاء بتاع اللي هي العربيه الماشين الكبيره دي اللي بتاعت الانشاءات بقى، حفار حاجات زي كده، دي بتبقى الساعه بتاعتهم ب 25 دولار و28 دولار وحاجات زي كده. بس طبعا عشان تخش بس في المكان يعني دي ليله، ما تفتكرش ان انت عشان بتعرف تسوق الحفار ده ولا اللودر ده فهتشتغل هياخدوك هوا كده، لا، ده في لايسنس ولازم تعدي الاختبار، تروح تعمل الرخصه، والرخصه نفسها غاليه مش رخيصه يعني، بتدفع لها ما اعرفش في بعض الحاجات بتبقى 3000 دولار الرخصه، وحاجات تانية بتبقى 500، وحاجات تانية بتبقى 200 كده يعني. وحتى لو خدتها برضو تخلي بالك لان في منافسه شديده جدا. انت مثلا هتقول لي انا بعرف اسوق اللودر وعندي خبره وكنت في مصر بسوقه بقالي، او في اي دوله يعني عربيه وكنت بسوقه بال20 سنه، اوكي قشطه جميل، بس انت هنا عندك في ناس بتسوقه بتعرف تتكلم انجليزي فهم احسن منك، فاهم؟ مش معنى ان انت بتسوق فخلاص كده، لا، لازم الناس تتواصل معاك. ده انت يبقى عندك لاسلكي في اللودر ده وانت شغال بيه، يقول لك اعمل كذا، انزل ما اعرفش فوق شويه، اطلع ما اعرفش ايه، فلازم تبقى معاك اللغه. مش معنى ان انت بس بتعرف تسوق فخلاص خلصت كده، ما هو الناس دي لازم تتواصل معاك. فاعرف ان انت هيقابلك منافسه شديده جدا جدا جدا، وده حاجه طبيعيه خالص. انا مش بسود لك الدنيا صدقني في وشك، بس انا بقول لك على الواقع عامل ازاي عشان برضو ما تبقاش ايه يعني، ما تفتكرش ان انت كده ايه خلاص عندك خبره عندك بتاع فهياخدوك هوا، لا، في حاجات تانية. اللغه دي عامل مهم جدا، عشان كده بقول لك تعالى اول سنه 2 اشتغل شغلانات من اللي هي فيها كاستمر سيرفيس. كاستمر سيرفيس يعني تعامل مع البني ادمين، مع الزباين. فالتعامل مع الناس كتير ده، الاحتكاك الكتير ده هيخليك تاخد اللغه احسن من اي كورس انجليزي. طبعا لو خدت كورس انجليزي بجانب الكلام ده مفيش مشكله، طبعا ده حاجه كويسه، بس يفضل تشتغل حاجه فيها كاستمر سيرفيس. لو فيها جاز ستيشن تشتغل مثلا كاشير في ويل مارت، تشتغل في كروجر، في جاز ستيشن كاشير، اهم حاجه تبقى كاشير يعني. فلان ده بيفرق كتير، انت بتتعامل مع الكاستمر كتير جدا طول الوقت، يا ترى يسالوك، في ناس تخش تتكلم معاك بتاع، فده بيديك لغه كويس جامد جدا يعني، فخلي ده في الحسبان معاك. بس فهي اول سنه 2 انت بتاخد 11 لغايه 14 دولار، وبعد كده انت بقى بتسال هنا لغايه لما تلاقي بقى شغلات ب 15 و16. طبعا الانجليزي بيبقى فك معاك شويه، على الاقل يوم ما تروح مثلا لشركه ب 16 وب 17 تيجي تتكلم معاك فيلاقوك بتعرف تتكلم انجليزي، يعني بيناقشوك بتفهم بتاع فهياخدوك. مش لازم تبقى بتتكلم بيرفكت، بس على الاقل فهمهم وبترد على بعض الاسئله او ترد على الاسئله بتاعتهم. لكن ان انت ما تبقاش فاهم حاجه خالص كده وقاعد يسالك ما بتردش حتى، طب ما مين اللي هيشغلك يديك 17 18 دولار وانت حتى مش فاهم هو بيقول ايه؟ فاهم؟ فدي حاجه مهمه خالص. فالولايه عندنا زي ما انا قلت لكم دي الرواتب فيها
ودي الاشغال المتاحه: جاز ستيشن، مغسله، كاشير في محل مثلا ستور مثلا زي ويل مارت، زي كروجر. ممكن تشتغل في هاوس كيبنج، اللي هو يخشوا في الفنادق دول يظبطوا السراير ويظبطوا المخدات ويحطوا صابون ويملوا معرفش ايه، حاجات زي كده برضو. دي ب $12 و$13 كده. والاشغال كتير، يعني الاشغال اللي هي العاديه دي في منها كتير جدا، انت بس لازم تقعد تدور. ولو انت تعرف حد في امريكا في ولايه مثلا معينه، انزل، يعتبر احسن لك تنزل عليه، مش تنزل تروح تقعد في بيته، لا يعني قصدي يعني تروح الولايه اللي هو فيها. ليه؟ هيظبط لك برضو حاجات كتير، هيظبط لك مثلا السكن قبل ما تنزل، يبقى في سكن جاهز بدل ما لسه تنزل تدور او تتبهدل شويه. هيبقى جايب لك شغلانه، ممكن يسال حد بتاع، فانت اول ما يبقى ما تنزل تجيب عربيه يكون رستقك في شغلانه كده يعني. ده المعارف بالذات في امريكا بتنفع جامد جدا، لان انت بقى بيكون برضو مظبط لك شويه حاجات، يعني سكن، شغلانه قبل ما تنزل كده يعني. لكن لما تبقى نازل طبعا ولايه زي ما انا عملت كده، نزلت معرفش اي حد في امريكا خالص يعني، فطبعا الموضوع كان صعب معايا شويه، بس يعني ربك سهلها. فطبعا يعني انا بقول لك على الخبرات، الحاجات اللي انا تعبت فيها عشان انت ما تتعبش، يعني انا بديها لك كده على السهل وببلاش. صدقني الكلام ده في ناس بتاخد فيه فلوس عشان بس يقعد معاك يقول لك تمشي ازاي في امريكا وتعمل. فانا بديلك الكلام دوا على الجاهز. ليه؟ عشان تستفاد. مش معنى زي كده انا بقول لك كده انا عايز منك حاجه، لا، انا عايزك بس تستفاد، ان انت ما تتبهدلش وتتمرمط زي ما انا اتمرمطت اول ما جيت هنا امريكا. انا بداتها من الصفر، يعني عارف انت، من الصفر، ما اعرفش حد، كنت بمشي كده ايه، اخش المحلات اخبط، او يا جماعه فين الاونر، عايز اقعد معاه، يقول لي يا عم مفيش اونر يا عم، ده انت بتخش اونلاين، كله اونلاين. فوالله كنت حتى بخش كده اسال على الاونر وبتاع، يعني ما كنتش اعرف ان حتى في نظام اونلاين ده، واعمل الريزومي بتاعتي اللي هي السي في بتاعي، يعني اقدم اونلاين وكده. ف يعني اتمرمطت يعني، فاخدتها من تحت خالص. بس الحمد لله مش انا اللي كنت من 8 7 9 سنين شغال في جاز ستيشن وشغال في مطعم. النهارده انا شغال مهندس كمبيوتر، سوفت وير ريبيرنج، سوفت وير وهاردوير، وكمان بدرس اي تي في الجامعه. فاهم قصدي؟ ففي تطور. لكن اللي يجي يقول لك انا هشتغل هو كده وبتاع، طب ما طبعا هيقول لك الدنيا غاليه والدنيا بتغلى. ليه؟ ما انت بتاخد $12 وما تتمعظم ما تاخد $14 وما فكرتش تطور من نفسك، عشان كده امريكا بالنسبه لك غاليه. فاللي بيقول كده ده مش يعني هو مش محبش يطور من نفسه، عشان كده هو يعني حاسس بالغلا وحاسس بكل حاجه. لكن الناس اللي طورت من نفسها ابتدت ب11، النهارده بتاخد 20 في الساعه و30 كمان. ليه؟ طور من نفسه. لكن انت واحد ما اشتغلتش على نفسك، وساعه لما حد يجي ينزل فيديو يقول لك الاسعار رخيصه في امريكا، تقعد تقول له يا عم حرام عليك، انت بتضحك على الناس. لا، الناس ما بتضحكش عليها. يضحك عليها ليه؟ انت بتصور بالصوت والصوره، والناس قدامها الاسعار عينك يعني، هيكذب عليهم في ايه؟ انت راجل بتاخد $14 في الساعه ولا $12 يا عم، دي مش قصتنا، ده مش مشكلتنا. انت فضلت كده، واحد في ناس كانت تخش كده تقول لك يا عم انا بقالي هنا 10 سنين وطفحان السم وطلعان عيني. يا عم انت كده، انت ما حبيتش تطور من نفسك. احنا ده ذنبنا؟ انت تشيلنا مشاكلك الشخصيه دي، حياتك انت. لكن الناس التانية لا يا باشا، امريكا رخيصه والدنيا زي الفل وكل حاجه تمام. اللي بيجتهد بيلاقي، اما اللي ما بيجتهدش هو ده بيبقى حاله. امريكا غاليه بالنسبه له، فمعلش يعني روح اركن على جنب، مع احترامي لكل الناس يعني. اللي وحش لكم في امريكا ده ويقول لكم غاليه يا باشا، طب ما يرجع هو، طالما امريكا وحشه كده ومش حلوه والدنيا غاليه فيها، طب ما ترجع حبيبي، يعني ما حدش ماسكك يعني. والله خش كده، معاك عربيه بيعها، خد فلوسها واشتري تيكيتات وارجع على دولتك وارتاح، افتح لك مشروع هناك، حتى المشروع ورينا هيعمل لك ايه في دولتك. فبلاش تخلوا الناس دي تحبطكم، والناس دي تأثر عليكم وتحسسكم ان امريكا دي وحشة، وامريكا دي يعني الناس فيها طفحان. ما كل الناس طفحان، معلش يعني. طب ما انت او قاعد مثلا يعني في مصر، انا بتكلم عن مصر ان انا من مصر. انت لو شاب عندك طلعت من الجامعة معاك مؤهل عالي في مصر، هتاخد كام يعني يوم ما تطلع من الجامعة؟ هتاخد لك 3000 جنيه 4000 جنيه
منهم مواصلات واكل وشرب بره، يعني اولموست 3000 جنيه راحوا من ال 4000 بالمواصلات والاكل والشرب بره. واللي طبعا تليفون بقى ونت، يعني نت يعني وخط تليفون وشحن وكلام زي 3000 راح هيفضل لك 1000 جنيه تحوش 1000 جنيه. 1000 جنيه دي في 12 شهر تحويش، يعني سنة ب 12000 جنيه تشتري لك 12000 جنيه في مصر. ما تغفلوش الناس يا جماعة، ما تغفلوش الناس. انت هنا عندك 12000 دولار في السنة، لو بتحوش 12000 دولار تجيب لك بيهم موتوسيكل زيرو. موتوسيكل اللي هو الريسنج موتوسيكل الريس دوا زيرو ب 12000 دولار. انت عندك في مصر 12000 جنيه واشتريلكش حتى عجله. فبطلوا، ما تغفلوش الناس، ما تغفلوش الناس. في فرق ما بين ال 12000 جنيه في مصر وال 12000 دولار هنا. برضو نفس الحكايه. العربيات هنا العربيه زيرو ممكن تشتريها زيرو ب 25000 دولار. يعني انت لو حوشت بس 12000 و12 ادي 24000 دولار، تروح تجيب لك بعد سنتين عربيه تجيبها زيرو تروح تكيشها. انت عندك في مصر تقدر تحوش سنتين وتجيب لك عربيه زيرو؟ والله تبقى تعالى، مش عايز اقول كلام ملوش لازمه. طبعا في ناس تقول لك يا عم وهي امريكا رايحه عشان تاكل وتشرب بس، ولا وتطحن شغل وبس، ولا العربيات دي مش من رفاهيات، دي من حاجات من الاساسيات. انا معاك اوكي، بس في فرق طبعا. ان انت ما انت مطحون في مصر، معلش يعني. ما انت عايز تفهمني الناس في مصر بتشتغل 6 ساعات يعني وتقعد في البيت؟ ولا في اي دوله عربيه الناس بتشتغل، في ناس انا اعرفها بتشتغل بال 14 ساعه وال 10 ساعات وبرضه مش نافع. لكن لما تيجي تشتغل هنا 10 ساعات ولا 14 ساعه، لا طبعا هتجيب همها طبعا. احسبها كده، اضرب 11 12 دولار في 14 ساعه، بعد كده اضرب الرقم دوا في 6 ايام شغل، هيطلع لك برقم كويس يعني. هياخد منك تاكس مبلغ برضو مش قليل، حسبة 13% تاكس ولا حاجه، بس برضو هيفضل لك مبلغ كويس يعني. هتقول لي طب والايجار والمعرفش ايه والايه يا باشا. يعني هو الايجار هو ده المشكله يعني؟ انت عايز تفهمني الناس كلها قاعده في مصر بتمليك يعني، ولا قاعده في دولهم تمليك؟ ما الناس معظمها قاعد ايجار. تقول لي ايوه بس الايجار هنا 1600 دولار في الشهر وبتاع. يا باشا انت مش قد ال 1600 دولار. اقعد مع حد، لو انت جاي سنجل روح اقعد مع حد، روح قاسم حد في الايجار، اقعد دخل معاك واحد تاني، روح اتعرف على حد شاب عربي ولا حاجه وبتاع، ولا شوف اي حد سكن. وانت يا عم حتى لو مش عربي، واحد من جنسيه تانية، انت ليك اوضتك وهو ليه اوضته، والصاله هي اللي بتجمعكم، والحمام والمطبخ بس كده. لكن انت ليك اوضتك بمفتاحك وهو ليه اوضته بمفتاحه. هتقول لي طب والحاجات المهمه؟ حط حاجاتك المهمه في البنك يا باشا. في هنا بنك، والبنك ما بيديك خزنه تحط فيه، وانت عايز تحط حاجات يعني على جنب. حتى البنك ما بيعرفش الخزنه دي فيها ايه، هو بيديك مفتاح للخزنه دي. عايز تحط بقى فلوس، تحط بقى ذهب، تحط مجوهرات، تحط ورق، ما هو ملوش دعوه، بيديك مفتاح للخزنه دي. فانت لو خايف يعني تسكن مع حد فيسرقك، يا باشا خد فلوسك وروح البنك كل يوم يودعها او حطها في الخزنه دي. ف يعني مش قصه يعني. ما تعملوش فيلم للناس، ما تعملوش وجع، ما تعملوش صداع هيدك للناس. مش عشان انت مش عايز الناس تيجي هنا ومش عايز حد ينفع غيرك وعايز تبقى انت بس اللي في امريكا فتوحش الدنيا وتقول ايجارات وما اعرفش. بلاش بقى الحركات اللي دي، ان احنا هنا لافين ودايرين وعارفين ان الكلام ده ملوش 30 لازمه يعني. اللي عايز ينفع باشا بينفع في اي مكان، بينفع في اي حته. طلعه بره دولته واديله حقه، حق مجهوده، هتلاقيه اشتغل وانتج. لكن تعالى كله ما تديلوش حاجه، هتلاقيه محبط ومش عايز يشتغل، وحتى لما بيروح الشغل مش طايق نفسه. لكن تيجي تقول لي هنا طحنه، طب ما هو العالم كله طحنه. معلش يعني هات لي دوله كده يعني هو في دوله الناس فيها بتبقى قاعده وبتاكل وبتشرب؟ ما كل الدول الناس بتشتغل ومطحونه عشان تجيب اللقمه لعيالهم ولنفسهم. بطلوا بقى الحركات دي بقى، بطلوا الحركات دي عشان شكلكم بقى وحش قوي يعني. فجماعه الله يخليكم ما تسمعوش كلام حد عايز ييأسكم ولا يكئبكم ويجيب لكم اكتئاب وييأسكم في حياتكم، لان ده يعني شخص مش كويس. مش عايز حد يبقى هنا غيره كده. انت عارفين في ناس كده، ده مريضه نفسيه، عندها مشاكل نفسيه، ربنا يهديهم. فلا انا بقول لك هنا اللي يجي معاه جرين كارد يقدم على القرعه او بتاع، انا بقول لك تعالى. هتقول لي اجيب مبلغ قد ايه؟
بص لو انت سنجل تعالى مش معاك اقل من $5000. لو انت معاك اسره ما تجيش اقل معاك من 8000 ل 10000 دولار. ماشي اتفقنا؟ هتقول لي طب اجيبهم، اتصرف. دي مش مشكلتي بقى ان انت تسالني طب انا اجيبهم منين. دي مش مشكلتي انا، دي مشكلتك انت. تكلم بقى حد من قرايبك، تبيع شقه، ابوك يستلف لك، دي مشكلتك انت. This is your problem مش بتاعتي انا. فاهم قصدي؟ انا بقولت لك تيجي ازاي وتعمل ايه وتيجي معاك كام. انت بقى مش معاك فلوس، دي مش بتاعتي انا، دي مشكلتك انت الشخصيه، ما تدخلناش فيها معاك يعني. عشان معلش يعني عشان ما تدخلوش الامور يعني كلها في بعضها. فاهو انا رديت عليكم في موضوع تيجي معاك كام تعمل ايه. ولو انت هيقابلك مشكله في الايجار ان الايجار ب 1500 و1600 وانت ده كتير وانت بتقبض لسه 2500 ولا 2000، فده بالنسبه لك كتير. لو انت جاي سنجل اسكن معاك حد. ولو انت جاي معاك اسره يا باشا اطلع انت قبل الاسره، سيب اسرتك اطلع انت قبليهم بشهرين 3، ظبط الامور قبل ما هم يجولك، اشتغل رستق نفسك، ظبط الشقه، ظبط مكان كويس بتاع وبعد كده هاتهم. ده لو انت مش قادر يعني ان انت تطلع مره واحده. لان في واحد يقول لك طب اوكي السنجل هيروح يسكن مع حد، طب انا اعمل ايه اللي معايا اسره؟ اسبق اسرتك بشهرين 3 باش استكشف الموضوع ودور لك على شغل ومكان تسكن فيه وعربيه وظبط امورك. وبعد كده لقيت الدنيا تمام ابعت لاسرتك تيجي. لقيت الدنيا مش مظبوطه قعدهم شويه وكمل انت شويه، اشتغل شغلة واتنين لغايه لما تظبط امور. انا اعرف في ناس بتشتغل 3 شغلات في اليوم، فاهم؟ هي كده، هي تعب، بس تعب مؤقت اول سنه 2 وبعد كده بتظبط. انا اعرف ناس كتير جد اول سنه 2 كانوا تعبانين جدا 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 وبعد كده ظبطت معاهم النهارده يعني ما شاء الله يعني. اوعى وشك يعني جامدين دلوقتي، شغالين ومعاهم عربيات وقدموا ومعاهم واشتروا بيوت. يعني مش بيوت، اشتروا بيت يعني. طبعا ما اشتروهوش كاش بس يعني فرقت. لسه كان لسه جاي وبعد 4-5 سنين ظبط حاله وجاب عربيه وبقى معاه عربيه زيرو وبعد كده جاب له بيت، قدم على كارد يعني بيت وخد بيت دورين وشكله حلو وبتاع. فاهو مشيت في تطور، ما يفضلش محلك سر. اللي وقف بقى محلك سر هو بقى عايز كده، ده هو اختار كده، دي مش مشكلتنا. ماشي؟ انا حبيت اقول لكم على الحاجات دي لان في ناس كتير قوي بتيجي تسافر وفي ناس بيبقى معاها الجرين كارد وخايفين يطلعوا. ناس كتير قوي كلمتني يقول لك يوسف انا معايا الجرين كارد، بيبعتوا لي على الانستجرام وكده والفيسبوك يقولوا انا معايا الجرين كارد، انا جات لي الهجره وانا مش عارف اعمل ايه وقلقان وخايف اطلع. يا طب اقول له طب انت معاك فلوس؟ يقول لي معايا $6000 كمان مش 4 ولا 5 وقلقان خايف يطلع. اقول له ليه يا عم خايف؟ يقول لي اصل الناس بتقول كذا، اصل بيقولوا ما اعرفش الايجارات كذا. طب انا لو طلعت هيحصل انا بقول لك اهو مفيش حاجه سهله، لازم تجازف ولازم تبقى راجل. انا يوم ما طلعت انا طلعت يعني طلعت انا واسرتنا كلها. وما نعرفش حد خالص، يعني حتى ما كنتش اعرف، ما اعرفش حتى، ما اتفرجتش على الموضوع، ما كنتش في دماغي موضوع اليوتيوب وان في ناس عايشه بره وبتقدم خبراتها. لا انا طلعت كده مش عارف اي حاجه في اي حاجه. انت بقى قدامك فرصه ان انت وبتسمع فيديو زي دوه من حد عايش بره وبيديك الخبره بتاعته، اسمع كل كلمه وركز فيها كويس لان ده هينفعك. انا ما خدتش الكلام ده من 8-9 سنين. انا لما كنت طلعت من مصر من 8-9 سنين انا ما كنتش يعني ما كانش فيه لسه موضوع اليوتيوبر والناس، كان لسه موضوع جديد وموضوع بقى الناس بتحط خبراتها وحاجاتها والكلام ده ما كانش لسه انتشر زي دلوقتي. فطبعا جيت هنا متسوح، بس اهو مشيت اهو. انا كنت فين اول ما جيت؟ النهارده انا بقيت فين؟ فاهم؟ فانت نفس الحكايه برضو. انت بقى هو في حد بيقدم لك فيديو بيديلك الخبره بتاعته عشان ما تتعبش، اعمل بقى بالخبره دي، استفيد. وفي ناس اللي جاي لسه سنه صغير 21 و23 و24 ده هيبقى فل. استفيد ادرس. وعندي بقى معلش حاجه اخيره للناس بقى اللي 17 سنه و16 سنه. يا جماعه الله يخليكم الناس اللي عندها 16 سنه و14 و15 سنه ركزوا في دراستكم الله يخليكم. لما الاقي حد بيكلمني عنده 15 سنه ولا 14 سنه بيقول لي اجي امريكا ازاي، يا باشا
خش ذاكر يا ابني، خش ذاكر، خش خلص الاعدادي وبعد كده خلص الثانويه العامه بتاعتك وبعد كده شوف هتعمل ايه. لان هنا سن العمل مش اقل من 16، يعني اي حد اقل من 16 سنه ما بيشغلهوش، ممنوع الشغل. فاهم قصدي؟ العيال الصغيره اللي بتقعد تتكلم 14 15 سنه دول، خش ذاكر يا حبيبي، خش ذاكر، ما تدمرش نفسك، خش ذاكر. يمكن تجيب مجموع كويس في الثانويه العامه، تلاقي نفسك مش محتاج اصلا تسافر امريكا. لكن انت عندك 14 15 سنه بتكلمني تسافر؟ يعني هتسافر ازاي يعني؟ معلش، ده انت حتى محتاج لك امر سفر عشان تطلع، وامر ولي امر عشان تطلع بره مصر او الدوله اللي انت قاعد فيها. ف بطلوا الله خليكم، عشان انتوا انا يعني بقعد اشوف ساعات لما اشوف حد عنده 14 15 سنه بيكلمني انا عايز اسافر بره مصر، يعني الحقيقه بقى قاعد مش عارف اقول له ايه. اكبر شويه، خلي عندك 18 19 سنه، بعد كده تعالى كلمني، ماشي؟ من غير زعل، انا مش بقول لكم كده بسخر منكم ولا اي حاجه، بس انا بقول لك عشان فعلا يعني انت لسه 14 15 سنه ما عندكش خبره في اي حاجه في الحياه، انت لسه كتكوت صغير. فهتقول لي لا انا اشتغلت وفي ناس رجاله من 10 سنين والكلام، يا باشا اوكي وحلو تمام، بس انا بقول لك اهو قانون امريكا غير مصر. انت كنت بتشتغل في مصر وانت عندك 10 سنين، انت هنا ممنوع تشتغل لغايه لما عندك 16 سنه. هتقول لي ولا حتى ما فيش حتى بارت تايم؟ ده اللي عنده 16 سنه بيشغلوه بارت تايم، بيبتدي بارت تايم اللي هو 20 ساعه. يعني تخيل انت عندك 16 سنه وبتشتغل 20 ساعه، تدفع ايجارك منين وكهربتك وبنزينك وميتك تامين العربيه بس لوحده بالمرتب بتاعك، فاهم؟ فخش ذاكر، خش ذاكر وانفع نفسك في الدراسه. الفيديوهات دي للناس اللي فوق ال20 وال21 والناس اللي مخلصه جامعه والناس اللي متجوزه كده يعني. لكن الناس اللي لسه 14 15 يا ابني انت لسه صغير خالص، انت بتفكر في سفر ايه؟ انت لسه ما طلعتش من البيضه. ف ده رسالتي ليكم للشباب الصغير ده. فلا ركزوا في دراستكم، الله يخليكم. بس ماشي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم والفيو المكان اللي انا قاعد فيه ده. انا صورت لكم في مكان جديد خالص خالص خالص، ده في الداون تاون وسط البلد يعني في هيوستن. بس يلا اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام.